ما تيجي نبص لبعض شوية وقول لي بصراحة، انت بتحب ربنا؟ وعارف انك طبعا هتقول لي اكيد، بس السؤال الحقيقي بقى هو انت قريب منه ولا بتحبه من بعيد لبعيد؟ في شباب كتير دلوقتي اللي شغال على نفسه واللي بيدور على نفسه، بس اللي محدش بيقوله ان جزء كبير من اللي انت حاسس بيه سببه انك سايب ربنا ورا ظهرك. تصحى كل يوم وبتدخل تتفرج على مين عمل ايه، وبتضحك على بوستات وبتتفرج على فيديوهات، بس عمرك ما فتحت المصحف ولا حتى قلت يا رب قبل ما تنام. ليه يا صاحبي؟ ليه لما بتعمل غلط بتحس انك مرتاح، بس اول ما بتفوق بتحس انك غرقت؟ ليه كل ما بتحاول تفرغ بترجع فاضي؟ ليه كل ما بتشبع بتجوع اكتر؟ ما جربتش تسأل نفسك هو اللي ناقصني ده ربنا ولا ايه؟ في عالم نفس اسمه فيكتور فرانكل عمل نظرية اسمها العلاج بالمعنى. قال فيها بقى ان الانسان مش بيعيش علشان المتعة ولا علشان الشهرة ولا علشان الحب كمان، هو بيعيش علشان يلاقي معنى. والمعنى ده مش هتلاقيه في الحفلة ولا في حضن مؤقت ولا في سيجارة بتتحرق في ثواني. المعنى ده هتلاقيه لما ترجع لأصلك وترجع لربك. وعلى فكرة أنا مش بوعظك، أنا بقولك الحقيقة اللي بتتجاهلها. أنت بتحاول بس تلاقي نفسك في كل مكان ما عدا عند ربنا، وعشان كده كل مرة بتقع فيها بتقوم أضعف مش أقوى. خد بالك، اللي بيبعد عن النور لازم يعميه ضلمة، وانت جواك نور بس مستنيك تفتحه. أنا مخلص جويش، ودي بقى الخلاصة.